السلام عليكم. توجه الحكومة الأخير راح تمنح الموظف إجازة 5 سنوات وبراتب اسمي. الله يرحم والديهم. وناس تقول بدون راتب اسمي. الله يحرق صفحتهم. أسئلة كثيرة تخص هذا القرار أسأل بها ضيوفي في برنامج شاي وكذب. أستاذ كامل، نعم. الحكومة تقول إجازة 5 سنوات اختيارية، فهل لا أستاذ، الحكومة ما قالت إجازة اختيارية. الحكومة قالت راح نعطي إجازة 5 سنوات والموظف بكيفه يريدها ما يريدها هو يختار. نفس الحكي العاد أنا شنو قلت؟ اختيارية. لا أستاذ، هناك فرق واضح. إذا أردنا معرفة معطيات هذا القرار فلا بد أن ندخل في عمق هذا القرار من أجل أن نرى قراقير القرار حتى نستطيع أن نقرقر. وأنا أشوف لو تطلع فاصل أنا ما فاصل مشاهدينا، فاصل قصير فوق الركبة وراجعين. أقول لك أنت يا قراقير خبصتنا بيها. ما أدري ايش حكيت أنا، ما أدري. هو يقصد يقولون الإجازة اختيارية ويقولون الإجازة إجبارية، والله أعلم. برافو عليك، دقها حجي. ان شاء الله انا اقول له انت تجي تقعد هنا نصير مقدم وانت تروح تجيب لنا شاي. اقعد وين قايم وانت يا شاي؟ بابا انا مقدم برنامج. اوكي. اهلا بكم مشاهدينا بعد الفاصل. استاذ كامل، اقول لك انت شنو تسال بس استاذ كامل؟ كان شنو هنا استاذ ناقص؟ لا هو كامل الدسم وانا قليل الدسم. واسطات ما تنظفون. بس كافي. استاذ كامل، برايك القرار يشمل جميع الوزارات لو اكو بعض الوزارات مستثنيه من القرار؟ يقولون كل الوزارات مشمولة. نعم. ويقولون بعض الوزارات ما مشمولة، والله أعلم. طيب أستاذ محمد، نعم. تقدر تحدد لي الوزارات اللي ما مشمولة؟ وانا لحيتي ما محددها، انه بحدد لك وزارات. من وجهة نظري الوزارات مثل الدفاع والصحة والداخلية، نعم، العجائز الطويلة ما تصير لهم. نعم. لأن احنا نحتاج الطبيب ونحتاج الجندي ونحتاج رجل الأمن يومي. صحيح يعني هذا الرجل الطيب اذا صعد عنده السكر هذا والاطباء كلهم مجازين شلون يحطون روحه شاي ويخوض. طيب شلون؟ سؤال لكم اثنينكم، تعتقدون مجلس النواب راح يصوت بالاجماع على هذا القرار لو اكو بعض النواب راح يعترضون؟ لا استاذ، ماكو نواب معترضين، ماكو، بس اكو نواب موافقين واكو نواب ما موافقين. بعد انا شنو قلت؟ هم نفس الحكي. لا، هناك فرق واضح. حتى نعرف هذا الموضوع لابد من دخول الى حيثيات الموضوع لكي نفهم الواقع السياسي المرير الذي القى بظلاله على عاتقنا. فمن هنا انا اقول له تطلع فاصل، انا ما جاي بس كافي. هو صوشي انا اسالك استاذ كامل، نعم. متى برايك يطبق هذا القرار؟ هو ايش مدري المرحوم قضاها علينا يقولون والله اعلم خويا. حتى يطبق هذا القرار لابد من دراسه الواقع الشيزوفريني للقيم المتهالكه. فعندنا نزول الايفون 7 اكيد الايفون 6 راح يرخص، فالايفون 7 عنده امتيازات مهمه جدا. فمن هنا نستطيع ان نقول يعني من المعيب جدا حقيقه ان تعوفوني اسولف ببحري وتطلعون يا ما تستحون ويا بضال عليكم. انا اقدم البرنامج، هو الشيء راد ما تقول لي انا اقدم البرنامج. اهلا بكم مشاهدينا الكرام. ادري يا حكومه يعني انتم من تتوجهون على هيك قرار غير يطلع واحد من عندكم يوضح للناس